عارف ايه اصعب من الخناقة بين الزوجين؟ انهم يسكتوا وكل واحد يبني سور بينه وبين التاني. كل علاقة زوجية لازم يجي فيها وقت يحصل فيه خصام، زعل او حتى خلاف كبير، وده طبيعي لاننا بشر. بس الكارثة مش في الخلاف نفسه، الكارثة الحقيقية في ازاي بنتعامل معاه. المشكلة مش في الزعل، المشكلة في رد الفعل. اوقات كلمة بسيطة، انا اسف، انتي غالية عندي، تطفي نار كانت ممكن تدمر كل حاجة. ضحكة طالعة من القلب تفتح باب مقفول بقاله كتير، ولمسة حنان ترد الروح لقلب مكسور. ربنا قال في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف. يعني المعاملة تكون بالحب والرفق والكلمة الطيبة. مش دايما اللي بيغلط هو اللي لازم يبدأ بالصلح، ساعات اللي بيحب أكتر هو اللي بيطبطب عشان يحافظ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يعني الرجولة الحقيقية مش في الصوت العالي ولا العند، الرجولة في الرحمة، في الحضن وقت الزعل، في الصبر على التقصير. البيوت مش بتقف على الفلوس ولا الشكي، كل ده بيتغير، إنما اللي بيخلي البيت يثبت هو القلب اللي بيحب ويسامح، والعقل اللي بيفكر بهدوء مش بعصبية، والإيد اللي بتبني مش تهد، الست اللي بتسند جوزها وهو بيقع، والراجل اللي بيشوف في مراته أمان وسكن. هم دول اللي بيبنوا بيت مش بيتكسر بسهولة. ربنا قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة مش بتتبني في الكلام، بتتبني في المواقف الصعبة. وفي الآخر لو كل مرة هي زعلت قالت أنا مش هرجع غير لما هو يجي، وهو قال أنا مش هتكلم غير لما هي تعتذر، يبقى مين اللي هيفتح الباب؟ افتحه انت. ممكن يكون الطرف التاني مستني بس نظرة، كلمة، لمسة عشان يرجع. بس قبل ما تسيب البيت يتأثر، فكر مين اللي مستني اللحظة دي. الشيطان. أكتر حاجة بيحبها إبليس لما يشوف زوجين بيتفرقوا، بيت بيتخرب، أولاد بيضيعوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجي واحد يقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدني منه ويقول نعم أنت. تخيل الشيطان يفرح بيك لما تتخانق ويزوقك بالكبرياء ويقول لك ازاي ترجع، خلي عندك كرامة، وهو في الحقيقة بيقرب منك أكتر كل ما تبعد عن شريك حياتك. وربنا بيقول في القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني ما تسمعش كلامه وما تخليش بيتك فريسة ليه. قبل ما تكمل خصامك افتح قلبك شوية وفكر، لو دي آخر لحظة في حياتك تحب تكون على خصام مع شريك عمرك؟ لو الوقت رجع بيك كنت هتستنى ايه عشان تصلح؟ اللي بيحب دايما بيبادر، مش ضعف، دي قوة. إنك تختار الرحمة على الزعل، والقرب على البعد، والحب على الجفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني مفيش حد كامل، بس في حد بيستحمل علشان بيحب. سامح، طبطب، ارجع. البيت اللي فيه ود بيبقى أقوى من أي زعل. يا رب اجعل بيوتنا سكنا ومودة ورحمة، واحفظها من الشقاق والفرقة، واحرسها من وسوسة الشيطان ونفخ الغضب، واجعل بيوتنا عامرة بحبك وطاعتك يا أرحم الراحمين. لو حسيت إن الفيديو ده لمس قلبك أو ممكن يساعد غيرك، شارك الخير وابعته للي محتاج يسمعه. وما تنساش تشترك في قناتكم سكون للعقول الراقية علشان يوصلك كل جديد بنقدمه من محتوى هادف يمس القلب والعقل. دمتم في رعاية الله وأمانه.